السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ معاكم دكتور ياسين العدل القصر العيني، وبإذن الله نكمل مع بعض في حل شوامل كتاب المرجع، وهنبدأ مع بعض بإذن الله المرة دي في الشامل الرابع. السؤال الأول بيقول: أول هرمون يؤثر على ثدي الأنثى حسب عمرها. طيب يا دكتور، تعالى نشوفهم واحدة واحدة. الأستروجين كان بيفرز أو كان بيزيد عند البلوغ، كان بيكبر الغدد الثديية. بعد كده البروجسترون بيفرز أو بيزيد عند الحمل، كانت وظيفته ينظم التغيرات اللي بتحصل في الغدد الثديية أثناء الحمل. البرولاكتين كان بيفرز اللبن من الغدد الثديية. والأكسيتوسين كان بيزود اندفاع أو نزول اللبن عند الرضاعة. البرولاكتين عند الولادة أو بعد الولادة، يعني نفس الكلام برضو بالنسبة للأكسيتوسين بعد الولادة اللي هو عند الرضاعة. يبقى أول هرمون يا دكتور بيفرز في الهرمونات اللي قدامي اللي هو الأستروجين، لأن هو بيحصل عند البلوغ، لكن البروجسترون بيحصل عند الحمل. والبرولاكتين والأكسيتوسين نسبتهم بتزيد بعد الولادة. يبقى الإجابة الصحيحة يا دكتور رقم 1 الأستروجين. السؤال اللي بعد كده بيقول: إذا تمت التجارب الموضحة بالصورة التي أمامك دون استخدام الحرارة، فأي مجموعات الفئران الآتية تنشط مناعتها المكتسبة تأثرا بالسلالتين SOR أو ROS؟ طيب يا دكتور، دون استخدام الحرارة دي كلمة كريتيكال جدا، كلمة مهمة جدا، لأن هي من شروط التحول البكتيري. من شروط إن البكتيريا R تتحول ل S، إن S ديت يا دكتور تكون مقتولة بالحرارة. يعني لما يكون معايا بكتيريا S يا دكتور مقتولة بالحرارة وبكتيريا R، عشان البكتيريا R تتحول ل S لازم يا دكتور البكتيريا S تكون مقتولة بالحرارة. طيب فسر لي الكلام دوت يا دكتور. الأول تعالى نعرف الفرق بين بكتيريا R وبكتيريا S. بكتيريا S يا دكتور بتكون محاطة بكبسولة بتحميها من الجهاز المناعي. الجهاز المناعي يا دكتور بيكون ضدها أجسام مضادة صحيح، ولكن الأجسام المضادة أو المناعة مش بتقدر تتغلب على البكتيريا دي بسبب الكبسولة، لكن بيكون ضدها أجسام مضادة. أيوة. طيب البكتيريا ار يا دكتور السطح بتاعها بيكون خشن، مش بتكون محاطة بنفس الكبسولة اللي محاط بيها بكتيريا اس. بالتالي الجهاز المناعي بيتعرف عليها ويكون ضدها أجسام مضادة، وفي نفس الوقت بيكسرها أو بيقدر عليها وبيكسبها وبيموتها. يبقى ده كده بالنسبة للفرق بين بكتيريا اس وبكتيريا ار. طيب تعالى نشوف التجربة اللي هو عملها. أول حاجة يا دكتور هو قال لك دون استخدام الحرارة. طيب بكتيريا ار حية وبكتيريا اس ميتة، ولكن اس ديت مش ميتة بالحرارة. من شروط يا دكتور الترانسفورميشن او التحول البكتيري عندنا حاجه اسمها هيت كيلد بكتيريا، يعني بكتيريا مقتوله حراريا ميته بالحراره. ليه الكلام دوت يا دكتور؟ لما يكون معايا بكتيريا اس جواها دي ان زي بتاع البكتيريا، زي بتاع اي بكتيريا، لما كسره يا دكتور بالحراره بيتكسر لاجزاء صغيره بالشكل دوت. فممكن ناخد الجين بتاع تكوين الكبسوله، الجين اللي بيكون كبسوله حواليها، وينتقل بكل سهوله للبكتيريا ار اللي مش عندها الجين دوت. بالتالي لما يدخل الجين دوت على البكتيريا ار، يضيف لها المعلومات الوراثيه ديت، بالتالي تكون كبسوله هي كمان وتتحول لبكتيريا اس. يبقى الفكره كلها الجين اللي احنا عاوزينه. عشان الجين ينتقل بسهوله او عشان يحصل ترانسفورميشن او تحول بكتيري، لازم البكتيريا اس تكون مقتولة حراريا. لو مش مقتولة حراريا مش هيحصل تحول بكتيري. يبقى المحصلة النهائية يا دكتور البكتيريا اس تفضل ميتة زي ما هي، والبكتيريا ار تفضل حية زي ما هي، مش هيحصل تحول. يبقى معايا محصلة نهائية بكتيريا ار حية. طيب بكتيريا اس ميتة يا دكتور زي ما هي، وممكن نعتبرها فكرة اللقاح ان انا بجيب الكائن الحي او الكائن الممرض زي البكتيريا او غيرها في صورته الضعيفة او المقتولة، او بجيب جزء منه، او بجيب سم بفرزه. الحاجات دي كلها يا دكتور اقدر اشتغل ضدها والجهاز المناعي يشتغل ضدها بكل سهولة، على عكس لو انا جبت الكائن الحي في اقوى حالاته او في الصورة الحية. بالتالي دوت يعتبر زي لقاح. طيب بكتيريا ار حية مفيهاش اي مشكلة خالص، زي ما هي بكتيريا ار حية. نفس الكلام بالنسبة للبكتيريا السحية. تعال ناخدها واحدة واحدة. اول حاجة يا دكتور بكتيريا ار حية الجهاز المناعي بيستجيب ضدها، بيحصل ضدها مناعة مكتسبة. يعني ايه يا دكتور؟ يتكون ضدها اجسام مضادة، وفي نفس الوقت يا دكتور دي بكتيريا ار، بالتالي الجهاز المناعي يقدر يتغلب عليها وبالتالي يموتها، لكن بيحصل ضدها مناعة مكتسبة. يعني بكون ضدها أجسام مضادة، اكتب بين قوسين أجسام مضادة. طيب بكتيريا اس ميتة، واحنا قلنا يا دكتور هنعتبرها زيها زي اللقاح بالظبط.
والجهاز المناعي طالما هي في صورتها الضعيفة يقدر يستجيب ضدها ويكون ضدها أجسام مضادة ويتغلب عليها، وبالتالي الجسم يكتسب مناعة ضد البكتيريا ديت. يبقى دوت برضو يشتغل فيها الجهاز المناعي المكتسب. طيب بكتيريا أو حية، نفس الفكرة يا دكتور، الجهاز المناعي يكون ضدها أجسام مضادة ويغلبها بكل سهولة. طيب بكتيريا اس حية يا دكتور، في ناس هتتلخبط هنا وهتقول لك يا دكتور حواليها كبسولة مش بيشتغل ضدها مناعة مكتسبة. الكلام دوت طبعا غلط. معانا بكتيريا اس حية، صحيح يا دكتور مش هقدر اكسبها، مش هقدر اموتها، مش هقدر اتخلص منها، ولكن الجهاز المناعي يستجيب ضدها ويكون اجسام مضادة. هيكون اجسام مضادة. هل الاجسام المضادة هتقدر على البكتيريا؟ لا مش تقدر عليها، لكن ستيل ان الجهاز المناعي استجاب ليها واعتبرها جسم غريب وكون ضدها ايه؟ اجسام مضادة. يبقى مين في الحالتين يا دكتور، او مين في الحالات ديت يا دكتور اللي الجهاز المناعي المكتسب بيشتغل فيه او بينشط المناعة المكتسبة؟ اول واحد صح، اول واحد اشتغل، تاني واحد صح، تالت واحد صح، رابع واحد صح. يبقى يا دكتور كلهم صح، 1 و2 و3 و4. لكن كتاب مجاوبها 1 دوت طبعا كلام مش صحيح. دوت كلام مش صحيح. المناعة المكتسبة بتشتغل في كل الحالات. دوت جسم غريب دخل وانا شرحته لك بالتفصيل، الجهاز المناعي بيستجيب لأي أجسام غريبة طالما اتعرف عليها، طالما عليها انتيجينات يا دكتور بيبدأ ايه؟ يتعرف عليها ويكون ضدها أجسام مضادة. يبقى الإجابة الصح حسب المنهج بتاعنا 1 و2 و3 و4. 1 و2 و3 و4. السؤال اللي بعد كده، إذا علمت أن رسم البيان المقابل يوضح العلاقة بين انقباض العضلة وطولها فإن الفترة الزمنية نقط تعبر عن الإثارة العضلية. طيب يا دكتور تعالى نبص مع بعض. في الأول كان طول العضلة ثابت، بعد كده بدأ يقل، بعد كده زاد تاني. دوت اسمه انقباض عضلي، دوت اسمه انبساط عضلي. طيب يا دكتور لو انت فاكر قبل كده الكلام اللي احنا شرحناه، كنا قلنا ان احنا معانا هنا النهاية العصبية ومعانا هنا غشاء الليفة العضلية. اول حاجة السيال العصبي يوصل يا دكتور، دوت بداية الإثارة، دوت بداية الإشارة اللي المخ بيبعتها. حلو الكلام. يبقى دوت أول حاجة بيوصل السيالات العصبية. تاني حاجة يحصل إزالة في الاستقطاب بالنسبة للعصب، يعني الموجب بيدخل جوه والسالب يطلع بره. يا دكتور إزالة الاستقطاب بتحصل في العصب زيها بالظبط زي ما بتحصل في العضلة. دوت أول حاجة. تاني حاجة يا دكتور الكالسيوم يدخل، القصة اللي احنا عارفينها، الكالسيوم يدخل ويفجر النواقل العصبية، الحويصلات اللي فيها نواقل عصبية، وتطلع النواقل العصبية اللي هو الأسيتايل كولين، ويبدأ يقف على المستقبل بتاعه ويبدأ برضه يغير في الإشارات هنا. يحصل إزالة في الاستقطاب، اللي جوه يبقى موجب واللي بره يبقى سالب. وبعد الكلام دوت كله ما يحصل، ساعتها يحصل ايه؟ ساعتها يحصل انقباض عضلي. شرحت لك حاجه قبل كده برضو، معلومه اضافيه او تركيه اضافيه. عندك حاجه في العضله اسمها الشبكه الساركوبلازميه، دي بتكون مليانه كالسيوم. مجرد ما يحصل ازاله في الاستقطاب تبدا الشبكه دي تطلع الكالسيوم اللي جواها، فيبدا يكون بقى الروابط المستعرضه والتربطه اللي احنا عارفينها، فيبدا يحصل انقباض عضلي. الكلام دوت كله يا دكتور حصل عشان ايه؟ عشان يحصل انقباض عضلي. يبقى الانقباض العضلي يا دكتور اخر خطوه خالص، اخر خطوه خالص. بيكون في خطوات كتيره قبليه مش فيها انقباض عضلي، مجرد بس ان العصب بيوصل يبدا يحرر النواقل ويبدا يغير في الاشارات على العضله. وبعد كده تبدا الشبكه الساركوبلازميه تحرر الكالسيوم، ويبدا الكالسيوم يكون روابط مستعرضه، تبدا الروابط المستعرضه تشتغل. يبقى في خطوات كتيره قبل الانقباض العضلي. بالتالي يا دكتور بيكون في فتره كده قبل الانقباض العضلي مش بيحصل فيها استجابه، او الفتره اللي بتاخدها العضله عقبال ما تبدا يحصل فيها استجابه، اللي هي الفتره اي بي. يبقى ممكن نقول المؤثر بدا هنا، المؤثر العضلي بدا هنا والاثاره العضليه بدات هنا، وعقبال ما الروابط المستعرضه تتكون يكون معانا فتره مش بيحصل فيها اي انقباض عضلي. بعد كده يبدا يحصل انقباض عضلي، بعد كده انبساط عضلي. مش عليك اسم الفتره ديت ومش مهم اطلاقا، ولكن اعرف لي ان في فتره تسبق الانقباض العضلي اللي بيحصل فيها التغيرات ديت. يبقى يا دكتور هو عاوز ايه؟ الفترة الزمنية نقط تعبر عن الإثارة العضلية. أنهي فترة بتعبر عن الإثارة العضلية؟ هل هي يا دكتور بدأت من لحظة الانقباض العضلي ولا من البداية شوية ولا من قبلها شوية؟ أكيد يا دكتور من قبلها شوية زي ما قلنا. العضلة تاخد وقت عقبال ما تستجيب للإثارة. يبقى الإجابة الصح اللي هو AC. الإجابة الصح اللي هو AC. السؤال اللي بعد كده، في الشخص السليم بارتفاع مستوى جلوكوز الدم يعمل الانسولين على. طيب يا دكتور هو الانسولين وظيفته ايه؟ يبدأ يدخل الجلوكوز في الخلايا، وبعد ما يدخلها يشغل حرق الجلوكوز. الجلوكوز نبدأ نحرقه ونطلع منه ATP. طيب يا دكتور لو حصلنا على طاقة كافية وخلاص الخلية ما بقتش قادرة تحرق في الجلوكوز، ساعتها بقى نبدأ نخزن الجلوكوز
في صورة جلايكوجين. ولو بقى معانا جلايكوجين كتير نبدأ نخزنه في صورة دهون أو في الخلايا الدهنية. بالتالي يا دكتور ديت الخطوات اللي الانسولين بيعملها، وكل دوت طبعا بيؤدي الى خفض مستوى الجلوكوز في الدم، لان انا بسحبه من الدم وبدخله في الخلايا. طيب تعالى نبص مع بعض. واحد، ادخال الجلوكوز الى معظم خلايا الجسم، دوت فعلا صح. طيب خفض تركيز سكر الجلوكوز في الدم عن المستوى الطبيعي، هو يا دكتور بيخفضه لحد ما يوصل للمستوى الطبيعي، لكن مش بيقلله عن المستوى الطبيعي. يعني لو معاه الجلوكوز على المستوى الطبيعي اللي بيحصل، يبدأ الانسولين يقلله لحد ما نوصل للمستوى الطبيعي، لكن يقل عن المستوى الطبيعي دوت مش موجود، يبقى دوت غلط. طيب تثبيط افراز خلايا الفا بصورة مباشرة، بصراحة هو المعلومة ديت عندك فعلا صح، ولكن كمنهج الكلام دوت مش عليك. الكلام دوت مش عليك، يعني ايه يا دكتور؟ فاكر لما انا قلت لك المعلومة ديت مرتين، قلت لك الانسولين بيثبط او بيقلل هرمون الجلوكاجون، بيقلل الجلوكاجون، لكن العكس غير صحيح. يعني الجلوكاجون لما بيزيد دوت بيزود الانسولين. تعال نفهمه بالراحه. الانسولين دوت لما بيزيد اللي بيحصل ده بيقلل الجلوكاجون، لكن العكس مش صحيح، لما الجلوكاجون بيزيد دوت بيزود الانسولين. بالتالي المعلومه اللي انا عاوزها ان الانسولين فعلا بيقلل الجلوكاجون، وديت معلومه صحيحه ما فيهاش مشكله خالص، ولكن احنا بناخد بالاقوى، فهناخد اول واحده وخلاص اللي هي اقرب حاجه للصح. طيب تظبيط تخزين الدهون بالجسم، ده غلط. بيزود تخزين الدهون في الجسم، لانه بيحول الجلوكوز لخلايا دهنيه او بيحولها لدهون تتخزن في الخلايا الدهنيه. يبقى الاجابه الصح اللي هو رقم الف. السؤال اللي بعد كده، تعتمد المناعه الخلطيه على نشاط نقط. طيب يا دكتور مناعه خلطيه يعني مناعه باستخدام الاجسام المضاده، يعني بعتمد على الخلايا البائيه البلازميه او الخلايا البائيه اللي هو رقم الف. السؤال اللي بعد كده، عدد ذرات الكربون في السكر الخماسي المكونة لنيوكليوتيدة قطعة من جزيء دي ان ايه تحتوي على 50 لفة. طيب يا دكتور 50 لفة دوت، احنا عارفين ان كل لفة عبارة عن 10 نيوكليوتيدات على كل شريط، يعني كل لفة فيها 20 نيوكليوتيدة. اضرب لي بقى 50 لفة في 20 نيوكليوتيدة، هيطلع معاك أظن حوالي 1000. دلوقتي معانا 1000 نيوكليوتيدة في ال50 لفة. طيب هو عاوز عدد ذرات الكربون. انت عارف ان كل نيوكليوتيدة فيها سكر خماسي الكربون، يعني فيها 5 ذرات كربون. يعني لو معايا نيوكليوتيدة هتديك 5 ذرات كربون. طيب لما يكون معايا 1000 نيوكليوتيدة هيطلع معاك 5000 ذرة كربون. يبقى الإجابة الصح يا دكتور 5000. السؤال اللي بعد كده، من الخلايا التي تمتلك كل من الدعامة التركيبية والدعامة الفسيولوجية؟ واحد، هل هي الخلايا الحجرية يا دكتور؟ الخلايا الحجرية نسيج سكلرانشيمي، يعني دعامة تركيبية فقط. طيب خلايا بشرة الجذر، احنا قلنا يا دكتور ان الجذر دوت ما ينفعش يغطى بطبقة الكيوتين، عشان الجذر اصلا وظيفته ان هو يمتص المية، فبالتالي لو خلايا البشرة مغطاة بطبقة من الكيوتين دوت هيمنع امتصاص المية، بالتالي هيتعارض قصدي مع وظيفة الجذر. بالتالي الجذر بيكون منه للمية، ما ينفعش نغطيه بطبقة من الكيوتين أو بأي دعامة تركيبية. بالتالي يا دكتور عبارة عن خلايا بارنشيمية عادي جدا، أو عبارة عن خلايا فيها أو خلايا حية فيها دعامة فسيولوجية، لكن مفيش دعامة تركيبية، يبقى ده غلط. طيب الخلايا الفلانية أنت عارف إن هي دعامة تركيبية. خلايا بشرة الورقة، لو معايا ديت خلايا البشرة بتكون مغطاة بطبقة من الكيوتين بتقلل فقد المية، بالتالي دوت دعامة تركيبية، وخلايا البشرة نفسها عبارة عن دعامة فسيولوجية، يبقى هو فعلا الإجابة الصح. السؤال اللي بعد كده بيقول، إذا علمت أن عدد فقرات العصعص بأحد الأطفال الطبيعيين يساوي 3، فكم يكون عدد فقرات عموده الفقري؟ طيب يا دكتور طفل طبيعي يعني في عدد الفقرات طبيعي جدا، العنقية ب7 والظهرية ب12 والقطنية ب5 والعجوزية ب5، لكن العصعص بس هيتحول يبقى ب3، بدل ما هو ب4 بقى ب3، بالتالي عدد الفقرات بدل ما هو 33 هيبقى 32، يبقى الإجابة الصح رقم ب. السؤال اللي بعد كده، الأشكال البيانية التالية توضح إفراز نباتات مختلفة لبعض المواد الكيميائية أثناء الإصابة، ادرسها ثم أجب عما يلي. هي الأشكال البيانية تعبر عن تواجد المستقبلات بالنبات. طيب يا دكتور المستقبلات ديت كانت موجودة قبل الإصابة، ولكن تركيزها بيزيد عند الإصابة أو عقب الإصابة. تركيزها بيزيد عند الإصابة، لكنها كانت موجودة أصلا من قبل الإصابة. طيب تعالى نبص مع بعض. دوت فعلا كانت موجودة من قبل الإصابة، ولكن تركيزها بيزيد عند الإصابة، يبقى دوت صح. طيب دوت بدأ من الصفر، يعني ما كانتش موجودة عند الإصابة، بالتالي دوت غلط. نفس الكلام برضو دوت بدأ من الصفر يبقى غلط. نفس الكلام برضو ده بدأ من الصفر يبقى غلط، يبقى الإجابة الصح اللي هو ألف. السؤال اللي بعد كده بيقول، إذا علمت أن الشكل المقابل يوضح تركيب عضلة هيكلية ألف، فإن الحرف الذي يشير لأصغر وحدة انقباض عضلي هو.
طيب يا دكتور ألف دوت عبارة عن عضلة، يبقى باء دوت عبارة عن شوية حزم، يبقى جيم دوت عبارة عن ألياف عضلية، والألياف تحتوي على ليافات عضلية، والليافات عبارة عن قطع عضلية. يبقى أصغر حاجة خالص، أصغر وحدة انقباض عضلي اللي هي القطعة العضلية، واللي هي رقم ه. السؤال اللي بعد كده، أي الأشكال الآتية يمكن أن تعبر عن جزيء دي إن إيه؟ طيب يا دكتور، جزيء دي إن إيه بيكون فيه الأدينين مرتبط مع الصيمين، يعني بيساوي الصيمين، والسيتوزين يساوي الجوانين. تعال نبص مع بعض. أول واحد يا دكتور معايا فعلا الأدينين يساوي الصيمين، كل واحد فيهم 30%، والسيتوزين يساوي الجوانين، كل واحد فيهم 20%. جمع لي النسب 20 و20 40 و30 و30 60، يبقى فعلا مجموعهم كلهم 100%. يبقى دوت فعلا هو الإجابة الصح. يبقى دوت هو الإجابة الصح. لكن هنا الإيه مش يساوي التي، نفس الكلام برضو بالنسبة للسي والجي. وبعد كده برضو نفس الكلام غلط، وبرضو دوت نفس الكلام غلط. السؤال اللي بعد كده، اعتمادا على التغيرات الموجودة بالصورة المقابلة فإن مصير ما يعبر عنه الحرف إكس هو نقط. طيب يا دكتور، الحرف إكس دوت كان معانا في الأول حواسيل الجراف، وحواسيل الجراف ديت انفجرت وطلعت خلية بيضية ثانوية، خلية بيضية ثانوية. وبعد كده اتكون معانا الجسم الأصفر، ولكن اللي حصل إن الجسم الأصفر إيه حصل فيه ضمور، الجسم الأصفر مات أو باظ خالص. بالتالي يا دكتور الجسم الأصفر دوت لو مش موجود معايا، دوت معناه إن محصلش حمل، يبقى محصلش إيه؟ يبقى محصلش إخصاب. يبقى الخلية البيضية الثانوية لم يحدث لها إخصاب، يعني اتحررت في قناة فالوب وفضلت زي ما هي مستنية الحيوان المنوي. الحيوان المنوي مجاش، فالبويضة عندك بتقعد يومين وبعد كده ايه؟ بعد كده بتموت. بالتالي تتحلل داخل قناة فالوب، تتحلل في قناة فالوب. ليه يا دكتور؟ لأن الجسم الأصفر لأن لو حصل إخصاب الجسم الأصفر بيفضل معاك حوالي 3 شهور، حوالي ايه 3 شهور. لكن اللي قدامي في الرسمة إن الجسم الأصفر دمر، بالتالي ما عادش معاه الفترة الكافية، بالتالي التغيرات دي حصلت. السؤال اللي بعد كده، إذا كان لديك جسم غريب به 20 أنتيجين متقاربين فإن أقل عدد من الأجسام المضادة ثنائية مواقع التعرف التي يمكنها الارتباط به ارتباطا قويا يساوي نقط. طيب يا دكتور، معانا أجسام مضادة ثنائية مواقع التعرف، يعني كل جسم مضاد بيكون عليه موقعين تعرف. بالتالي كل موقع تعرف يروح يمسك في أنتيجين، وانت معاك 20 واحد، فهتقسم لي 20 على 2 هيطلع معاك 10. انت محتاج 10 أجسام مضادة على الأقل. يعني لو انت معاك 10 أجسام مضادة يقدروا يمسكوا في ال20 أنتيجين، لأن كل واحد بيمسك في 2، كل جسم مضاد بيمسك في 2 أنتيجين. بالتالي محتاج كم جسم مضاد يا دكتور؟ محتاج 10. طيب يا دكتور، لو قالك عاوز أكبر عدد من الأجسام المضادة، ساعتها هتقول له 20 كل جسم مضاد يمسك فيه 1 أنتيجين، لأن لو كل الأنتيجينات ماسك فيها حاجة، بالتالي لو جه جسم مضاد فوق ال20 اللي معاك مش هيلاقوا حاجة يمسكوا فيها. بالتالي أكبر عدد من الأجسام المضادة 20، لكن أقل عدد 10. السؤال اللي بعد كده، تتصل العظمة الموضحة بالصورة بكام عظمة؟ طيب يا دكتور، اللي قدامي ديت فقرة ظهرية، فقرة ظهرية يعني متصلة بضلوع، يعني متصلة بضلوع ضلع يمين وضلع شمال، ومتصلة بفقرة فوقيها وفقرة تحتيها. بالتالي عدد العظام يساوي 4. طيب ازاي يا دكتور افرق الفقرات الظهرية عن الفقرات القطنية؟ احنا قلنا قبل كده يا دكتور الفقرات القطنية بيكون ليها نتوءات مستعرضة طويلة او كبيرة، وبرضه بيكون النتوء الشوكي كبير لحد ما، وبيكون ليها نتوء مستعرض امامي وخلفي واضحين جدا. لكن اللي معايا ديت دي فقرة ظهرية. السؤال اللي بعد كده، انزيمات النسخ العكسي. طيب يا دكتور، انزيم النسخ العكسي دوت كان بيكون معانا RNA، فيبدأ يكون منه شريط DNA. انزيم النسخ العكسي بيكون منه شريط DNA، بعد كده نستخدم انزيم البلمرة عشان نكون شريط كمان. بالتالي بقى معايا جزيء DNA. يبقى وظيفة انزيم النسخ العكسي ان انا اقدر احول ال RNA او اجيب منه DNA او جزيء DNA. تعال نبص مع بعض. اول حاجة، توجد في جميع الفيروسات. هل هو يا دكتور موجود في كل الفيروسات؟ لا طبعا، موجود في الفيروسات اللي المادة الوراثية بتاعتها RNA وليس DNA. طيب تمكن أو يمكن أن تستخدمها البكتيريا في نسخ الحمض النووي الخاص بها، دوت غلط. العكس يا دكتور، الفيروس هو اللي بيستخدمها ضد البكتيريا. طيب تستخدم لبناء DNA، دوت فعلا صح. طيب تلعب دورا هاما في تكاثر الفيروسات محتواها الجيني DNA، غلط طبعا، RNA. يبقى الإجابة الصح اللي هو رقم ج. السؤال اللي بعد كده، في حالة عدم وجود دعامة يلتف حولها المحلاق فإن ذلك يؤدي إلى نقاط مباشرة. طيب يا دكتور، هو قالك في الكتاب لو الدعامة، لو قصدي الحالق دوت أو المحلاق دوت ما لقاش دعامة هيبدأ يذبل ويموت. يعني إيه يا دكتور يذبل؟
يعني يفقد مية، يعني الخلايا اللي فيه هتفقد المية اللي جواها. طيب يا دكتور لما الخلية تفقد مية مش دوت بيزود تركيز الأملاح؟ مش دوت بيزود تركيز الفجوة العصارية؟ أيوة يا دكتور، يبقى الإجابة الصح إن هو يذبل، يبقى ارتفاع تركيز فجوات الخلايا العصارية. طيب زيادة نشاط خلايا غلط، بيقول لك يذبل ويموت يا دكتور. طيب بدء إفراز الخلايا لمادة الليجنين غلط برضو. طيب انخفاض الضغط الاسموزي لمحلول فجوات العصارية غلط، الضغط الاسموزي هيزيد. السؤال اللي بعد كده، بالصورة التي أمامك إذا اخترق حيوانين منويين الجزء إيه ينتج عن ذلك نقط. طيب يا دكتور دوت كده بويضة. لو حيوانين منويين اخترقوا الجزء إيه، يعني حيوان منوي نون وحيوان منوي نون برضه والبويضة نون، هيحصل ساعتها تضاعف صبغي ثلاثي، يعني معاك خلية 3 نون، ودوت تضاعف صبغي مميت، يعني الجنين هيموت ويحصل إجهاض. يبقى يحصل إجهاض إخصاب ولا يكتمل الحمل. السؤال اللي بعد كده، العضو الليمفاوي المسؤول عن تنقية الليمف بما يعلق به من جراثيم وحطام الخلايا هو نقط. طيب يا دكتور مين كان بينظف الليمف؟ العقد الليمفاوية. كان معانا عقد ليمفاوية بيدخل فيها أوعية واردة كتيرة، فيبدأ الليمف دوت يتنضف ويطلع منها وعاء صادر يمشي فيه الليمف اللي احنا نضفناه. الإجابة الصح العقد الليمفاوية. السؤال اللي بعد كده، الصورة التي أمامك تمثل علما بأن نقط علما بأن الأسهم تمثل نقاط بدء التضاعف. طيب يا دكتور دي خلية بكتيرية، الدي ان ايه فيها بيكون ملتحم النهايات وبيكون متصل بالغشاء أو بغشاء الخلية عند نقط معينة، سواء نقطة أو أكتر بيبدأ عندها التضاعف. طيب يا دكتور اللي ظهر قدامي، أنت طبعا عارف إن الدي ان ايه البكتيري عبارة عن شريطين، وأنت عارف إن أثناء التضاعف لازم بنفك الشريطين عن بعضهم عشان يبدأ التضاعف. فاللي واضح قدامي ان احنا فعلا بدأنا نفك الشريطين عشان نبدأ نعمل تضاعف المادة الوراثية، لان انت عارف ان اي انقسام في الخلية، واتكلمنا عن الموضوع ده قبل كده، سواء انقسام ميتوزي او ميوزي، لازم يحصل تضاعف في المادة الوراثية عشان كل خلية تاخد المادة الوراثية الخاصة بيها. يبقى اللي ظاهر قدامي يا دكتور دلوقتي الدي ان ايه بدأنا نفكه عشان نبدأ نعمل تضاعف المادة الوراثية وبعدها يحصل انقسام، يبقى دوت يسبق الانقسام. تعالوا نبص مع بعض. قطعة دي ان ايه في وضع التضاعف في خلية بشرية يا دكتور. هل ديت خلية بشرية؟ لا طبعا. خلية بشرية المادة الوراثية بتكون موجودة في صورة كروموسومات أو صبغيات، وبتكون حرة النهايات. طيب دي ان ايه بكتيري قبل حدوث الانقسام الخلوي مباشرة، ولا دي ان ايه بكتيري الخلية أثناء انقسامها؟ الإجابة صح يا دكتور اللي هو رقم بقى دوت، لأن دي ان ايه بكتيري الخلية أثناء انقسامها، يعني المادة الوراثية حصل فيها تضاعف. لو معايا خلية بكتيرية جواها دي ان ايه قبل تضاعف المادة الوراثية يحصل فيها، قبل الانقسام المادة الوراثية يحصل فيها تضاعف، فيبقى معايا نسختين من المادة الوراثية، بعد كده يحصل انقسام، كل خلية تاخد مادة وراثية دوت أثناء الانقسام، لكن قبل الانقسام الأول بيحصل تضاعف. يبقى الإجابة الصح رقم ب. السؤال اللي بعد كده، إذا كان متوسط خلايا الدم البيضاء في عينة دم تساوي 8000 خلية، فإن أكبر عدد من الخلايا البائية يساوي كم خلية تقريبا؟ طيب يا دكتور عدد الخلايا الليمفاوية يساوي من 20 ل30% من الخلايا البيضاء أو من خلايا الدم البيضاء، فهات لي أكبر عدد من الخلايا الليمفاوية، اضرب لي 8000 في 30 على 100. بعد كده يا دكتور هات لي نسبة الخلايا البائية، هو عاوز هنا أكبر عدد برضه من الخلايا البائية، فتضرب لي في أكبر نسبة خالص. أنت عارف إن الخلايا البائية يساوي من 10 ل15 في المية من الخلايا الليمفاوية اللي احنا جبناها، فتضرب لي بقى في أكبر النسبة لأن هو عاوز هنا أكبر عدد، فتضرب لي في 15 على 100، هيطلع معاك الناتج الكلي 360. السؤال اللي بعد كده، صورة التكاثر الموضحة أمامك تهدف إلى، وكان معانا يا دكتور خلية محاطة بغلاف سميك اللي هو الغلاف دوت، وجواها 4 أنوية دوت بيفكرك بقى يا دكتور، بيفكرني بالزيجوسبور، بيفكرني باللقاحة أو الزيجوسبور في تحلب السبايروجيرا. دي بتيجي من فين يا دكتور؟ بتيجي من الاقتران، سواء اقتران جانبي أو اقتران أو اقتران سلمي، واللي هو تكاثر جنسي في الظروف طبعا الغير مناسبة. لكن في الظروف المناسبة بيبدأ يتكاثر لا جنسيا، في الظروف المناسبة، لكن هنا ظروف غير مناسبة فيتكاثر جنسيا بالاقتران ويكون لي لقاحة أو الزيجوت أو الزيجوسبور قصدي. اللقاحة دي جواها نواة تبدأ تنقسم ميوزيا وتديك 4 أنوية، يتحلل منهم 3 ويتبقى معاك واحدة بس تبدأ تنمو. يبقى اللي قدام معايا يا دكتور لقاح أو زيجوسبور جواه 4 أنوية. تعالوا نبص مع بعض. 1. تجديد الصفات الوراثية يا دكتور، هل هدف العملية دي تجديد الصفات الوراثية، ولا إن أنا أنجو من الظروف الغير مناسبة، إن أنا أحمي نفسي من الظروف الغير مناسبة؟
يبقى دوت غلط. الهدف بتاع العملية مش تجديد الصفات الوراثية. طيب زيادة عدد الأفراد الناتجة في الظروف الغير مناسبة دوت فعلا صح، دوت صح. طيب إتمام التكاثر اللاجنسي دوت غلط، لأن اللي قدامي دوت تكاثر إيه؟ تكاثر جنسي. طيب تكوين أفراد جديدة تشبه الفرد الأبوي تماما دوت برضه غلط. يبقى الإجابة الصح يا دكتور اللي هو رقم ب، زيادة عدد الأفراد الناتجة في الظروف الغير مناسبة. ممكن واحد يقول لي يا دكتور دوت انشطار ثنائي في الأميبا في الظروف الغير مناسبة، بتكون حوالين نفسها غلافا كيتينيا أو حوصلة وتبدأ تتكاثر وتديك أميبات صغيرة. في الحالتين برضو نفس الفكرة، أنت عاوز تزود عدد الأفراد في إيه؟ في الظروف الغير مناسبة. في الحالتين هتختار رقم ب. السؤال اللي بعد كده، يستدل من الصورة التي أمامك أن أقل عدد من نجوم البحر التي يمكن الحصول عليها بعد إتمام عملية التقطيع يساوي نقط. طيب يا دكتور قدامي دوت زراعة، أظن إن هو كان مقطوع وبدأ ينمو من جديد. ولكن لو أنت ملاحظ إحنا كنا قاطعين جزء برضو من القرص الوسطى، لأن الدراع دوت واضح إن النمو بدأ من هنا، يبقى إحنا كنا قاطعين جزء من القرص الوسطى. بالتالي الجزء اللي اتقطع دوت، الجزء اللي كان اتقطع في جزء من القرص الوسطى، فيبدأ برضو ينمو ويكون لك إيه؟ نجم بحر جديد. يبقى معايا فرد وادي فرد كمان، يبقى عددهم 2. السؤال اللي بعد كده، بالصورة التي أمامك الغدة أو التراكيب الغدية المفرزة للهرمون الذي يؤثر على التركيب أكسونات. طيب يا دكتور إكس دوت حاجة عندنا في الطب اسمها مايوميتريوم، دوت الجزء مايو دوت يعني عضلة، دوت الجزء اللي بيكون فيه عضلات الرحم. لكن الجزء اللي ناحية جوه شوية دوت، تعالى نغير اللون شوية، اللي هو الجزء دوت أو الجزء دوت، ده اللي هو بطانة الرحم. ده بطانة الرحم اللي كان بيتأثر بيه الأستروجين والبروجسترون، عندنا في الطب اسمه الإندومتريوم، إندومتريوم. لكن الجزء العضلي دوت اسمه مايومتريوم. فهو عاوزك هنا تقول له الجزء اللي بيأثر على عضلات الرحم. مين يا دكتور الهرمون اللي كان بيأثر على عضلات الرحم؟ هتقول له يا دكتور هرمون الأوكسيتوسين اللي كان بيعمل على انقباض عضلات الرحم عند الولادة. بالتالي الإجابة الصح يا دكتور أو خلايا عصبية مفرزة، لأن ديت اللي بتفرز هرمون الأكسيتوسين، واللي بيبدأ يتخزن في الفص الخلفي للغدة النخامية. يبقى الإجابة الصح رقم ب. السؤال اللي بعد كده، إذا تم ترقيم الجين A بالفوسفور المشع قبل إضافته للبلازميد B، فإن عدد البلازميدات المشعة الناتجة من انقسام الخلية C هو نقط. طيب يا دكتور بص معايا، دوت نفس فكرة بالظبط اللي هو الدي ان ايه المشع اللي احنا كنا بنتكلم فيها. لو انت معاك دي ان ايه مشع ورحت حطيته في وسط طبيعي، خلينا مثلا نرمز للوسط الطبيعي دوت باللون الأحمر، وحطيته في وسط طبيعي فيه نيوكليوتيدات طبيعية، مهما يا دكتور حصل تضاعف في الدي ان ايه هيفضل معاك بس شريطين مشعين، والباقي كلهم هيفضلوا أشرطة ايه؟ أشرطة عادية. بالتالي يا دكتور هيبقى معاك شريطين مشعين، كل واحد يمسك معاه شريط من الأشرطة العادية، فيبقى معاك 2 فيهم دي ان ايه مشع، والباقي كله ايه؟ عبارة عن دي ان ايه طبيعي. نفس الفكرة هنا بالظبط. لو انا معايا بلازميد مشع، بلازميد مشع، ورحت يا دكتور عملت فيه تضاعف او خليته يتضاعف، حلو الكلام، ولكن موجود ايه؟ في وسط طبيعي، موجود في وسط طبيعي، فكل شريط من دوت هيبدأ يتحد مع شريط غير مشع. نفس الكلام برضو بالنسبة لدوت، هيبدأ يتحد مع شريط غير مشع، وهتفضل الفكرة متكررة معايا، يبقى كلهم غير مشعين ما عدا بس الواحد دوت والواحد دوت. بالتالي يبقى معاك 2 بلازميد مشعين والباقي كله بلازميد طبيعي خالص. نفس فكرة الدي ان ايه المشع اللي احنا شرحناها مليون مرة قبل كده. يبقى الإجابة الصح رقم ب. السؤال اللي بعد كده، يلي المرحلة ج مباشرة وكان مديك خلية بلعمية بدأت تاكل الميكروب، بعد كده كسرت الميكروب، بعد كده عرضت الميكروب على السطح بتاعها مع بروتين التوافق النسيجي اللي هو MHC، فبقت خلايا عارضة للأنتيجين. طبعا الخطوة اللي بعد كده ننشط الخلايا التائية المساعدة اللي هي CD4، اللي هي أحد برضو الخلايا الليمفاوية. واحد، إنتاج الأجسام المضادة من الخلايا البائية دوت غلط، الأول بننشط الخلايا التائية. تنشيط أحد الخلايا الليمفاوية الأخرى دوت صح. تميز الخلايا التائية، تميز الخلايا التائية يا دكتور بيحصل فيه الغدة التيموسية، لكن دوت أصلا الاستجابة المناعية بدأت اوريدي، والخلايا التائية متميزة، واللي بيستجيب معايا CD4 أو الخلايا التائية المساعدة. الاستجابة المناعية بالخلايا القاتلة الطبيعية دوت غلط يا دكتور، ارجع للرسمة في الكتاب هتلاقيها تبع المناعة الخلطية أو المناعة بالأجسام المضادة. لكن خلايا القاتلة الطبيعية دوت كان موجود يا دكتور فين؟ دوت كان موجود في خط الدفاع الثاني، وكان موجود برضو في خط الدفاع الثالث، ولكن تبع المناعة الخلوية، المناعة الخلوية وليس الخلطية. يبقى الإجابة الصح اللي هو تنشيط أحد الخلايا الليمفاوية الأخرى. السؤال اللي بعد كده، الصورة التي أمامك تمثل، وكان معانا يا دكتور كروموسوم معين،
بعد كده الكروموسوم دوت فضل زي ما هو، ولكن غيرت حاجة بسيطة خالص، ان احنا رحنا قصينا الجزء دوت ولفيناه 180 درجة، فبقت الاي اللي تحت طلعت فوق، وبقت البي اللي فوق نزلت تحت. يعني قصيت يا دكتور جزء ورحت لفيته 180 درجة. بالتالي ديت ايه؟ ديت طفرة صبغية تركيبية، ديت طفرة صبغية تركيبية. يبقى الإجابة الصح اللي هو رقم ب. ظاهرة العبور ديت يا دكتور بتحصل في الكروموسومات المتماثلة. يعني لو معايا 2 كروموسومات، دوا كروموسوم ودوا كروموسوم متماثلين طبعا، يعني زوج واخدينه من الأب، يعني قصدي واحد واخدينه من الأب وواحد واخدينه من الأم، فلما يحصل تبادل أجزاء بينهم، يعني مثلا بدل الجزء دوت بالجزء دوت، ساعتها ديت اسمها ظاهرة العبور، وبتحصل في الانقسام الميوزي الأول. الانقسام الميوزي الأول. لكن اللي قدامي دوت كروموسوم واحد بس أو صبغ واحد بس، رحت غيرت فيه، شقلبت جزء منه، بالتالي ديت طفرة صبغية تركيبية. السؤال اللي بعد كده: عند تحول إكس إلى واي بمبيض امرأة متزوجة. طيب يا دكتور، إكس دوت حويصل الجراف، واي دوت الجسم الأصفر. واحد: يستمر وجود واي لنهاية الحمل إذا حدث إخصاب. لا يا دكتور، إذا حدث إخصاب بيقعد فقط 3 شهور. طيب يستمر وجود واي ثم يتحلل بعد شهرين من الحمل. لا يا دكتور، قلنا بقى 3 شهور لو حصل إخصاب. طيب يتحلل واي مباشرة بعد الإخصاب. لا طبعا بيقعد 3 شهور. طيب يستمر وجود واي أسبوعين تقريبا منذ بدء مرحلة التبويض في حال استخدامها اللولب. أيوة يا دكتور، بيقعد حوالي 14 يوم، يعني أسبوعين في حالة لم يحدث إخصاب. وإحنا لما بنستخدم اللولب مش بيحصل إخصاب، بالتالي دوت فعلا صح. السؤال اللي بعد كده: إنزيمات القصر. واحد: متخصصة لتتابعات معينة من النيوكليوتيدات. دوت فعلا صح يا دكتور، طالما اتعرفت على موقع التعرف تبدأ تقص في الدي ان ايه أيا كان مصدره ايه. لا يتأثر بها دي ان ايه البشري، بالعكس يا دكتور بيتأثر عادي، مفيش أي مشكلة خالص. حتى كنت بستخدمه في الهندسة الوراثية، إن أنا أفصل جين معين وأبدأ أحطه في البلازميد. طيب يظهر أثره في دي ان ايه بالبكتيريا المفرزة له. دوت غلط يا دكتور، لأن البكتيريا ديت بتضيف للدي ان ايه الخاص بيها مجموعات الميثايل باستخدام الإنزيمات المعدلة، بالتالي دوت غلط. طيب تلعب دورا هاما في تكاثل الفيروسات. بالعكس يا دكتور، بتمنع تكاثل الفيروسات في الخلايا البكتيرية عن طريق إن هي تكسر الفيروسات دي. يبقى الإجابة الصح رقم ألف. السؤال اللي بعد كده: الغدة المفرزة لهرمون إكس هي نقط. طيب يا دكتور، هرمون إكس دوت بيعمل إيه؟ بيزود معدل ضربات القلب، وبيرفع ضغط الدم، وبيزود ال ATP، بيزود إنتاج ال ATP. دوت يا دكتور هرمون الأدرينالين والنور أدرينالين، اللي هم بيفرزوا من نخاع الغدة الكظرية. اسمهم هرمونات النجدة والطوارئ، اسمهم حتى فايت أند فلايت. الإجابة الصح الغدة الكظرية. السؤال رقم 30: في الصورة التي أمامك عدد وريقات الزهرة المتحورة لتكوين المحيطات الزهرية يساوي نقط. طيب يا دكتور، تعالى نعدهم مع بعض. انت الأول عارف ان المحيطات الزهرية كأس، بعد كده تويج، بعد كده طلع، بعد كده متاع. تعالى نعد الأجزاء اللي معانا. أول حاجة الكأس، أدي 1 2 3 4 5، يبقى دوت 5. طيب التويج 1 2 3 4 5. طيب الطلع 1 2 3 4 5. طيب المتاع أدي 1 2 3 4 5. يبقى يا دكتور الأجزاء اللي معايا اضرب لي 5 في 4 اللي هو حوالي 20. السؤال اللي بعد كده: الصورة التي أمامك تمثل نقط، وكان مديك خليتين من البكتيريا، واحدة يا دكتور فيها أظن بلازميد والتانية مفيهاش بلازميد. بعد كده الخلية اللي فيها البلازميد بدأت تدي نسخة من البلازميد بتاعها، بالتالي بقى الخليتين معاهم بلازميد. دوت حاجة عندنا في الطب بنسميها conjugation، إن البكتيريا بتنقل المادة الوراثية بتاعتها، أو بتنقل معلومات وراثية خاصة بيها لبكتيريا مش عندها المعلومات الوراثية ديت. وظيفتها طبعا تكسب البكتيريا اللي هي ما كانش فيها المعلومات الوراثية ديت صفات وراثية جديدة أو معلومات وراثية جديدة. الصورة التي أمامك تمثل تبرم غلط، انشطار ثنائي غلط، وسيلة لإكساب الخلايا البكتيرية صفات جديدة، حاجة في البكتيريا اسمها بقى conjugation أو اقتران، ولكن دوت طبعا غير تكاثر بالاقتران. طيب وسيلة لنقل دي ان ايه معادل الاتحاد دوت غلط، يبقى الإجابة الصح اللي هو رقم ج. السؤال اللي بعد كده: تكوين نسيج الاندوسبير من نقاط مباشرة. طيب تعالى نبص مع بعض. لو احنا معانا دوت المبيض، حبة اللقاح بتيجي وبتقف عليه، دوت بنسميه تلقيح، دوت اسمه تلقيح. وانت عارف برضو ان المبيض جواه بيضات او جواه بيضة، بيكون فيها خلية بيضية ومعاها خليتان مساعدتان، ويكون برضو في الناحية التانية خلايا سمتية.
ومعاك في النص نواة الكيس الجنيني. بالتالي ديت الخلايا الموجودة معايا في البويضة. دوت يا دكتور اسمه تلقيح، إن حبة اللقاح تقف على الميسم. بعد كده حبة اللقاح عبارة طبعا عن نواتان، نواة اسمها نواة أنبوبية ونواة اسمها نواة مولدة. النواة الأنبوبية تكون أنبوب اللقاح اللي يوصلك بالبويضة، والنواة المولدة تنقسم وتديك نواتين اسمهم النواتان الذكريتان. بعد كده كل نواة ذكرية تروح واحدة فيهم تقابل الخلايا البيضية وتكون اسمه ايه دوت الجنين، وواحدة فيهم تقابل نواة الكيس الجنيني ويعملوا مع بعض الاندوسبيرم اللي هو 3 نون. ودوت يا دكتور بنسميه الإخصاب المزدوج. يبقى تكوين نسيج الاندوسبيرم يلي عملية الإخصاب مباشرة. السؤال اللي بعد كده، الخلايا التي تنشأ من نوع واحد من الخلايا في نفس المكان هي نوع. ومديك الخلية س ديت بتكون أجسام مضادة، يعني ديت خلايا بائية. وبعد كده مديك الخلية ص عليها مستقبل CD4، يبقى دي كده خلايا تائية مساعدة. وبعد كده معاك خلايا عليها CD8 اللي هي خلايا تائية قاتلة أو سامة، وبرضو خلايا تائية مثبطة. يبقى دي يا دكتور الخلايا اللي معانا. طيب الخلايا التي تنشأ من نوع واحد من الخلايا في نفس المكان. في نفس المكان يا دكتور كل الخلايا دي بتنشأ في نفس المكان اللي هو نخاع العظام. مكان تكوين الخلايا البائية والخلايا التائية نخاع العظام، لكن مكان تمايز ونضج الخلايا التائية بيكون في اللي هو الغدة التيموسية، هي اللي بيحصل فيها تمايز الخلايا التائية. لكن مكان النشأة واحد، سواء الخلايا البائية سواء الخلايا التائية. يبقى الإجابة الصح س وصاد وعين. السؤال اللي بعد كده، هدف الخطوة ايه هي نقط. دوت يا دكتور الزيجوسبور جواه نواة 2 نون، بعد كده تنقسم ميوزيا وتديك 4 أنوية كل واحدة فيهم نون. يبقى هدف يا دكتور الخطوة ايه؟ اختزال عدد الكروموسومات أو اختزال المادة الوراثية. السؤال اللي بعد كده، إذا كان لديك عدد نون من الخلايا الجرثومية في الحوافظ الجرثومية بنبات الفوجير، فإن عدد الجراثيم الناتجة يكون نقط. طيب يا دكتور خلايا جرثومية يعني 2 نون، تنقسم ميوزيا وتديك جراثيم نون. انت عارف ان كل خلية في الانقسام الميوزي بتديك 4 خلايا، يعني كل خلية جرثومية تديك 4 جراثيم. وانت معاك عدد الخلايا الجرثومية اللي هي في الأول بنون أو بN، يبقى عدد الجراثيم في الآخر اضرب في 4 يبقى 4N. السؤال اللي بعد كده، المراحل الموضحة بالصورة التي أمامك تتم في جزء أو أجزاء من النقط. طيب يا دكتور ممكن نبدأ من الآخر الأول. اللي واضح قدامي دوت إن هي عملية إنبات حبة اللقاح. معايا نواتان ذكريتان قدامهم نواة أنبوبية. فارجع بقى الخطوات اللي قبل كده. معاك في الأول نواة أنبوبية ونواة مولدة، وديت حبة اللقاح اللي احنا عارفينها. فهات أول خطوة خالص اللي هو خلية جرثومية أو 102 نون، تبدأ تديك 4 جراثيم صغيرة كل واحدة فيهم بنون، فتبدأ كل واحدة تنمو وتكون لك حبة لقاح نون برضو، وتحصل العملية اللي احنا عارفينها. يبقى أول خطوة خالص أو أول عملية خالص اللي هي تكوين حبة اللقاح. بتتكون فين يا دكتور؟ بتتكون في الطلع، بتتكون في الطلع اللي هو عضو التسكير. بعد كده إنبات حبة اللقاح بيحصل لما حبة اللقاح بتقف على المبيض بتاعنا اللي هو بتاع الزهرة يعني، والمبيض دوت عضو التأنيث. يبقى معاك محيطان زهريان، الطلع والمتاع. الطلع والمتاع عضو تسكير وعضو تأنيث، يبقى محيطين بزهرة خنثى. محيطين بزهرة خنثى. السؤال اللي بعد كده، إذا تم حقن أحد الفئران بخليط من البكتيريا والبكتيريوفاج بعد الخلط مباشرة. يعني يا دكتور مجرد ما أنا حطيت شوية بكتيريا معاهم شوية بكتيريوفاج رحت حقنتهم في الفار، يعني البكتيريوفاج ملحقش يقف على البكتيريا ويحقن المادة الوراثية بتاعته جوه البكتيريا. بالتالي اللي هيوصل لدم الفار البكتيريا لوحدها والبكتيريوفاج لوحده. واحد، الخلايا البكتيرية تنفجر بعد فترة من الحقن. دوت غلط يا دكتور، لأن لو انفجرت بعد فترة من الحقن دوت معناه إن البكتيريوفاج دخل جوه البكتيريا، والكلام دوت أصلا ما حصلش. طيب مناعة الفأر تتأثر نتيجة ارتباط الفاجات بخلايا الجسم. دوت غلط يا دكتور، الفاج بيمسك في البكتيريوفاج. مناعة الفأر تتعامل مع البكتيريا والفاجات كلها على حدة. دوت فعلا صح. الفأر يموت بعد فترة لزيادة عدد الفاجات الجديدة. دوت غلط يا دكتور، لأن الفاج ملحقش يحقن المادة الوراثية بتاعته جوه البكتيريا، بالتالي دوت غلط. يبقى الإجابة الصح رقم ج. السؤال اللي بعد كده، إذا علمت أن النسبة بين عدد الأمشاج المذكرة إلى عدد الأمشاج المؤنثة عادة تكون 4:1 لكل خلية أمية منقسمة، فإن تلك النسبة في عسل النحل تكون نقط. طيب يا دكتور نسبة الأمشاج المذكرة إلى نسبة الأمشاج المؤنثة 4:1، يعني مع كل خلية جرثومية أمية تديك 4 أمشاج مذكرة.
دوت في الطبيعي مثلا زي الإنسان. لكن بالنسبة للخلايا الجرثومية الأمية اللي بتديك البويضات فهي بتديك بويضة واحدة وممكن شوية أجسام قطبية. يعني النسبة بينهم في الطبيعي بتكون 4:1، 4 حيوانات منوية مثلا إلى بويضة واحدة، دوت في الطبيعي. وطبعا الاتنين جايين بانقسام ميوزي. طيب يا دكتور بالنسبة لنحل العسل، يعني معايا الملكة 2 نون بتديك بويضات نون، بتديك بويضات نون، وانت عارف ان دوت انقسام ميوزي. يعني برضو كل خلية جرثومية أمية هتديك بويضة واحدة، يبقى انت معاك هنا بويضة واحدة. لكن يا دكتور بالنسبة لإيه؟ بالنسبة لتكوين الحيوانات المنوية أو الأمشاج المذكرة بيكون معاك يا دكتور ذكور نحل العسل نون فيدوك برضو حيوانات منوية نون. يعني اللي حصل معانا إيه؟ انقسام ميتوزي، انقسام ميتوزي. وانت عارف ان في الانقسام الميتوزي كل خلية بتديك خليتين شبه بعض، كل خلية بتديك خليتين. بالتالي يا دكتور دوت نون يديك نون ونون، يعني معاك حيوانين منويين بيجوا من كل خلية لكن معاك بويضة واحدة، يبقى النسبة 2:1. السؤال اللي بعد كده، أي البدائل الآتية لا تشارك في تسهيل انتقال الخلية عين من المكان 1 إلى المكان 4؟ طيب يا دكتور الخلية عين ديت خلايا متعادلة، خلايا متعادلة. عارف إن شكلها مختلف شوية عن الموجود عندك في الكتاب، ولكن لو عاوز تعرفها عموما الخلايا المتعادلة ديت في الطب عندنا في الطب اسمها مالتي لوبيوليتد، مالتي لوبيوليتد أو مالتي سيجمنتد. عبارة يا دكتور أو جواها نواة واحدة، جواها نواة واحدة ولكن متقسمة سيجمنتات، يعني متقسمة أجزاء. ده جزء فيه كروماتين، وده جزء برضه، وده جزء، والتلاتة متصلين ببعض، والتلاتة متصلين ببعض. فبيكون برضو ليها أكتر من شكل، الخلايا المتعادلة بيكون ليها أكتر من شكل، دوت أحد الأشكال اللي معانا. طيب يا دكتور أول حاجة تأثير صاد على خلايا جدار لام. تأثير صاد دوت يا دكتور اللي هو الهستامين على جدار خلايا لام أو على جدار لام. دوت وعاء دموي. الهستامين يا دكتور بيزود نفاذية الوعاء الدموي وبيعمل على تمدد الأوعية الدموية، بالتالي دوت معانا ده بيشارك في انتقال الخلايا عين. طيب وجود الكيموكاينات دوت برضو صح، الكيموكاينات بتجذب الخلايا البلعمية وبتجذب برضو خلايا الدم البيضاء زي الخلايا المتعادلة. طيب إفرازات الخلايا عين، الخلايا عين يا دكتور اللي هي الخلايا المتعادلة وظيفتها الوحيدة إن هي تموت الميكروب، يبقى دوت غلط. طيب إفرازات الخلية س، الخلية س اللي هي الخلايا الصارية أظن بتفرز الهستامين، بالتالي ليه وظيفة برضه، يبقى الحاجة الوحيدة الغلط اللي هو رقم ج. السؤال اللي بعد كده، أي البدائل الآتية تصف الإنزيم 1. أحد إنزيمات القطع بالرغم من أنه لا يكون أطراف لاصقة. دوت فعلا صح يا دكتور، هي اسمها إنزيمات الكسر أو القطع لأن هي بتقطع الDNA وبتقصه لأجزاء عديمة القيمة أو أجزاء ملهاش لازمة. لكن مش من تعريف إنزيمات الكسر إن هي بتكون أطراف لاصقة. المعظم أو اللي عندك في المنهج فعلا بيكون أطراف لاصقة، لكن إنزيمات الكسر أو القطع عموما وظيفتها تقص الDNA سواء كونت أطراف لاصقة أو لأ، يبقى دوت فعلا صح. طيب لا يعتبر إنزيم قطع حيث لا يكون أطراف لاصقة، دوت غلط. يتسبب في كسر روابط هيدروجينية وتساهمية، بالعكس يا دكتور بيكسر روابط تساهمية فقط، تساهمية فقط يعني الموجودة بين كل نيوكليوتيدة والتانية. لكن تكسير الروابط الهيدروجينية معناه إن أنا بمشي بالعرض بالشكل دوت، يبقى دوت غلط. طيب يستهلك بنهاية نشاطه، دوت برضو غلط يا دكتور. من تعريف الإنزيم إن هو لا يستهلك بنهاية نشاطه، زي ما بيدخل التفاعل زي ما بيطلع من التفاعل. أظن الكلام دوت أنت عارفه من الكيمستري أو من الكيمياء، يبقى ده غلط، يبقى الإجابة الصح اللي هو رقم ألف. السؤال اللي بعد كده، الهرمون الذي يفرز من الغدة الموضحة أمامك تميز بأنه. طيب يا دكتور ده كده حويصل الجراف وجواها بويضة. حويصل الجراف بتفرز الإستروجين، الإستروجين دوت من الاسترويدات، الهرمونات الاسترويدية، واللي هي عبارة عن دهون بمعنى مخل أو عبارة عن ليبيدات، وانت عارف ان الدهون أو الليبيدات لا تذوب في الماء. يبقى هل هو بروتين بسيط؟ غلط يا دكتور. بروتين معقد؟ غلط برضه. لا يذوب في الماء، يبقى دوت فعلا هو الإجابة الصح. يزداد إفرازه أثناء الحمل اللي هو هرمون الأستروجين، اللي بيزيد يا دكتور أثناء الحمل وهو البروجسترون، يبقى دوت غلط، يبقى الإجابة الصح اللي هو رقم ج. السؤال اللي بعد كده، عند عمل DNA هجين لجين الأنسولين البشري والماشية فإن واحد من المؤكد تزاوج أشرطة DNA، ولا من المؤكد تزاوج بنسبة 100%، ولا من المحتمل بنسبة 100%؟ طيب تعالى نبص مع بعض. مبدئيا دوت باللوجيك غلط أساسا، يعني إزاي من المحتمل وبنسبة 100%؟ فبالتالي دوت غلط.
طيب يا دكتور، لو انت عارف احنا كنا بنستخدم اساسا الانسولين بتاع الماشية، في علاج مرضى السكر البشر. بالتالي يا دكتور في تقارب او في تشابه بين الانسولين في الماشية او في الخنازير وبين الموجود في ايه في البشر. في تشابه بين الجينات اللي بتنتج الهرمونين او اللي بتنتج الهرمون في البشر وفي الماشية. بالتالي يا دكتور بيحصل تزاوج. من المؤكد ان يحصل تزاوج، ولكن بنسبة 100% لا طبعا، لان دوت كائن حي ودوت كائن حي اخر. هيحصل تزاوج يا دكتور، يعني في بعض القواعد هيحصل بينها تكامل، لكن في بعض القواعد برضو مش هيحصل بينها تكامل. بالتالي الإجابة الصح يا دكتور من المؤكد تزاوج أشرطة DNA. عرفت ازاي يا دكتور ان هو من المؤكد؟ لان احنا اساسا بنستخدم الانسولين المستخلص من الماشية ومن الخنازير في علاج البشر، بالتالي في تشابه بينه وبين الانسولين البشري. يبقى الإجابة الصح رقم ألف. السؤال اللي بعد كده: الترتيب الصحيح للخطوات الآتية كاستجابة مناعية لميكروب معين. ومديك شوية خطوات رتبها بقى على نفسك يا دكتور. الكلام دوت موجود في الكتاب، لأن بصراحة أنا عاوز أنام وتعبت. والسؤال سهل جدا، تقدر ترتبه براحتك. السؤال اللي بعد كده: المنبه للجزء القنوي والبنكرياس. طيب يا دكتور، اللي هو الجزء اللي بيفرز العصارة البنكرياسية، اللي هي العصارة الهاضمة. طبعا كان بياخد تنبيه عصبي وبياخد برضه تنبيه هرموني. تنبيه هرموني يا دكتور اللي هو هرموني السكرتين والكوليسيستوكاينين. طيب، والمنبه للجزء اللاقنوي اللي هو يا دكتور جزء الغدد الصماء اللي هو بيفرز هرمونات، يقصد بيها هرمونات الانسولين والجلوكاجون، واللي كانوا بيتأثروا بتركيز الجلوكوز في الدم، واللي هو مادة كيميائية. يبقى يا دكتور الإجابة الصح هرمون معين ومادة كيميائية معينة، اللي هو رقم ج.